تخيل نفسك قاعد لوحدك، مفيش دوشة حواليك، مفيش حد بيزعجك، مجرد هدوء تام. ممكن تحس براحة وممكن تحس بوحدة. يا ترى العزلة دي نعمة ولا نقمة؟ ممكن تكون نقطة تغيير في حياتنا ولا مجرد وقت وبينتهي؟ في حلقتنا النهاردة هنكتشف مع بعض ازاي العزلة ممكن تتحول لحالة إيجابية في حياتنا، خصوصا في رمضان، وازاي ممكن نستخدمها اننا نقرب من ربنا ومن نفسنا ومن كل حاجة حلوة في حياتنا. خليني في البداية ارحب بكل مستمعينا على بودكاست مراية، وبرحب بكوتش احمد. اهلا بيك يا كوتش. حلقتنا النهاردة عن العزلة والتفكير الايجابي، وازاي ممكن تكون العزلة نقطة تغيير في حياتنا. جاهز نبدأ؟ اهلا بيكي يا كوتش، برحب بيكي وبكل مستمعينا في بودكاست مراية. موضوع الحلقة النهاردة مميز جدا فعلا، وجاهز ابدأ معاكي. يا كوتش، موضوعنا النهاردة مؤثر جدا وفي جوانب كتير عايزين نوضحها لمستمعينا، وهبدأ بسؤال ليك: ايه الفرق بين العزلة الإيجابية والعزلة السلبية؟ يا كوتش، فعلا في فرق كبير بين العزلة الإيجابية والعزلة السلبية. العزلة الإيجابية هي لما تختار بإرادتك إنك تقعد مع نفسك، تفكر، ترتب أولوياتك، وتعرف إيه اللي محتاج تعمله في حياتك. أما العزلة السلبية هو وضع بيكون مفروض عليك، بتحس فيه إنك لوحدك غصب عنك، وكل أفكارك سلبية، وحالتك النفسية بتكون صعبة جدا، وكل مشاعرك رايحة في اتجاه سلبي، لأنك وقتها بتفكر بس في سبب الوحدة أو أي مشكلة في حياتك مؤثرة عليك، وده بيسبب لك الشعور السلبي اللي بتحس بيه. في رمضان العزلة مش لازم تكون حاجة سلبية أو تخوفك، بالعكس ده وقت جميل ومهم جدا، لأننا بنركز فيه على علاقتنا بربنا وبنفسنا. يعني تخيل مثلا إنك بتقضي وقت خاص مع نفسك عشان تقرب من الحاجات مهمة وبتحبها في حياتك. أكيد ده هيفرق معاك جدا في حالتك النفسية. يا أحمد، فعلا في ناس كتير بتعتقد ان العزلة دي ممكن تأثر عليهم بشكل سلبي، وده طبعا مش صح، لان زي ما قلت ان في عزلة إيجابية وعزلة سلبية. وهنا علشان تعرف انت في عزلة إيجابية ولا سلبية، لما تكون لوحدك، ايه أول حاجة بتيجي في بالك؟ بتفكر في ايه؟ بتفكر في اي حاجة او مواقف مضايقاك، ولا تفكيرك بيكون ايجابي تجاه نفسك؟ يا احمد، التفكير الايجابي زي العدسة اللي بنشوف بيها حياتنا. لو العدسة دي عليها غبار من الافكار السلبية، هنشوف الحاجات والمواقف اللي حوالينا مش واضحة. لكن لو مسحنا الغبار ده، والغبار ده اقصد بيه الافكار السلبية، وبدأنا نفكر بشكل إيجابي، ده هيخلينا نشوف الأمور بشكل أوضح. يعني مثلا، بدل ما أقول أنا لوحدي، ممكن أقول أنا مع نفسي، وده وقت ممكن أستفيد منه. رمضان فعلا فرصة عظيمة للتفكير الإيجابي. كل لحظة في اليوم بتديك فرصة تعيد النظر في حاجات كتير، ووقتها تقرر ايه الحاجات اللي محتاج تغيرها في حياتك وتشتغل عليها علشان تكون في حياتك أفضل. وعلشان نستغل العزلة بشكل إيجابي لازم نفكر ونسأل نفسنا سؤال مهم: وقت العزلة ممكن نعمل فيه إيه؟ هتقعد ساكت ومستني الوقت يعدي، ولا هتحاول تستفيد بكل لحظة؟ خليني أقولك يا كوتش إن في خطوات بسيطة جدا ممكن نعملها هتخلي وقت العزلة ده جميل جدا ومفيد جدا. أول حاجة، ولأننا في شهر رمضان وده شهر العبادات والتقرب من ربنا، فممكن نعتبر ان العزلة فرصة اننا نتقرب من ربنا باننا نخصص وقت للصلاة بخشوع، ونسمع ونقرأ القرآن بتركيز. ده لوحده كفيل انه يخلي حالتك النفسية هادية، وتقدر تفكر بهدوء وتركيز، وكمان تفكيرك يكون ايجابي جدا. ممكن كمان يا كوتش نقول الكتابة، انك تكتب اللي جواك واللي بتحس بيه، والحاجات اللي نفسك تغيرها واللي بتحبها في حياتك. الكتابة بتساعدنا نفهم نفسنا أكتر، وبتخفف من أي ضغط نفسي ممكن نحس بيه. الكتابة فعلا ليها تأثير قوي جدا، لأنك من خلالها بتقدر تشوف نفسك كويس، وتعرف ايه اللي جواك، وتقدر بشكل ذاتي تعمل جلسة فضفاضة مع نفسك، وتتفهم بالراحة انت فيك ايه. ممكن أضيف معاك للنقط اللي ذكرتها، وهي إعادة ترتيب الأولويات.
ممكن تستغل وقت العزلة إنك تفكر في نفسك وفي حياتك، تحاول تفهم إيه اللي شغلك وبيستهلك طاقتك، تعرف إيه الحاجات اللي محتاج تديها اهتمام أكتر. وخلي بالك، رمضان أكتر وقت ممكن تقدر إنك ترتب حياتك وتبدأ بداية جديدة. العزلة مش مجرد وقت ممكن نقضيه لوحدنا، لكن دي فرصة إننا نتغير فيها فعلا. لو استغليناها صح هتبقى مش بس مفيدة، لكن هتبقى ممتعة جدا. عارف يا كوتش ان السر الحقيقي في موضوع العزلة انك تعرف ازاي تحوله لعزلة ايجابية. افتكر دايما ان وقتك مع نفسك هو فرصة كبيرة انك تقوي علاقتك بربنا وبنفسك. دايما فكر في العزلة على انها رحلة قصيرة كلها هدوء وتفكير وتغيير، هتخليك تبدأ بداية جديدة تكون راضي عنها، واكيد هتفرق جدا في مشوار حياتك. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. كان معاكم كوتش أحمد وكوتش إيمان، في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم دايما من خلال صفحتنا بيهابي على الفيسبوك، وقناة مراية على اليوتيوب، وطبعا بودكاست مراية على سبوتيفاي. هتكون اللينكات موجودة في التعليقات. بشكركم جدا على المتابعة، وانتظرونا في حلقة جديدة من بودكاست مراية.